فخلصنا احنا الموضوع ده. وبعدين قمت انا دخلت في سكه تانية خالص، بعيدا عن المنتجات وعن التجاره وعن كل اللي انا كنت بعمله. ابتديت ادي دروس يا باشا، جت في دماغي كده، ما اعرفش ليه. ما انا ما اعرفش والله انا ما اعرفش اصلا الافكار دي بتجيلي ازاي، حاجات مالهاش علاقه ببعض خالص. بس هو انا بقوم صاحي الصبح كده، يا باشا هنشتغل ايه النهارده؟ اللي يجي في بالك هنعمله. فجأة في بالي موضوع الدروس، وانا احب لما اخش السوق احب اقتحم. حتى لو السوق ده يعني هو دايما في حاجه يقول لك البلو اوشن والريد اوشن، او اللي هو المحيط الازرق والمحيط الاحمر. المحيط الازرق ده او اللي هو السوق الازرق، ان انت تخش سوق ما فيهوش منافسين كتير، فده بيبقى افضل ان انت تخش مثلا حاجه لسه المنافسين فيها قليلين عشان تعرف تاخد حصه من السوق. او في بقى اللي هو السوق الاحمر اللي هو اللي مليان بقى شرطس وكله يا نهار ابيض. انا خريت الكاميرا، ايه الدنيا؟ طب استنى امسح الكاميرا من كده. فكنا بنتكلم في موضوع اللي هو المحيط الازرق والمحيط الاحمر. المحيط الاحمر ده بقى اللي هو بيبقى سوق فيه منافسين كتير جدا، زي سوق مثلا الملابس او كده، هتلاقي منافسين وعمالقه وكده، فيبقى صعب ان انت تخش. فموضوع التدريس ده كان من السوق الاحمر اللي فيه عمالقه فعلا. فانا كان لازم اخش بفكره جديده عشان اقدر اعمل الموضوع ده. كان وقتها كان في ازمه في موضوع التاسيس، ان كل اولياء الامور بيمسكوا الموضوع. انا دخلت بقى بقيت اخش مثلا جروبات بتاعت اولياء الامور وجروبات بتاعت اولى ابتدائي لحد مثلا سته ابتدائي. كان الاول عايز ادي المرحله الابتدائيه بس، مرحله الكيجي. وبعد كده ابتديت ثالثه اعدادي وكده. فشفت انتوا محتاجين ايه. انا كويس جدا في اللغه العربيه، انا داخل الموضوع وانا مش كده، انا كويس جدا في العربي وفي النحو، هو ده اللي ميزني جدا. وقواعد الاملاء بقى والكلام ده. فدخلت لقيت في ازمه في التاسيس، كنت عملت شويه فيديوهات كده. انا ممكن احط طبعا اي حاجه انا اشتغلتها زي ما قلت لكم، احاول احطها هنا جزء من. ابتديت اعمل الموضوع اللي هو تاسيس القرايه والكتابه ده، وعملت فيديو، وعملت بقى صفحه على الفيس زي ما قلت لك. الموضوع ده بالنسبه لي اسهل حاجه في الدنيا. وابتديت انزل فيديوهات، واولياء الامور بتدعي لي دعاء والله العظيم. انا شوف، انا قلت لك قبل كده، انا دي مش اكتر حاجه ادعي فيها اللي هي اليوتيوب او كده، او مش اكتر حاجه انا اتشهرت منها او اتحبيت منها. لكن اكتر حاجه دروس، لما كنت بدي دروس ولما كنت بعمل كتب. انا لسه عامل كتب هقول لك دلوقتي، في المستقبل عملت كتب. اولياء الامور بقوا يدعوا لي، انت كنت فين يا مستر؟ طب انت يا مستر ما ينفعش تجي لنا القاهره؟ طب ما ينفعش تدي اونلاين؟ طب فاهم. انا قبل ما انا كنت لسه بعلن عن نفسي، انا قعدت الاول اللي هو حليت مشكله موضوع التاسيس ده، ونزلت بحاجه جديده. احنا كلنا طبعا اتعلمنا الحروف الابجديه اللي هي الف ب ت س، لكن هي بعد كده قامت حصل في المنهج الجديد وكده نزل لهم اللي هو الف م ن، الترتيب الحروف بالاكثر شيوعا، هو الاكثر استخدام في اللغه العربيه. زي حرف الالف مثلا هو اكثر حرف بيستخدم في اللغه العربيه، فخلوه في الاول. وحرف الظاء مثلا اقل حرف بيستخدم في اللغه العربيه، فخلوه هو اخر حرف في الترتيب الابجدي، عشان الطفل لما يدرس مثلا ياخد حرف الالف والميم مثلا والنون اول ثلاث حروف، والباء ماشي اول اربع حروف، لان دول اكثر حروف بيستخدمها. فيجي يبص لما يجي اول ما يبتدي الطفل يتعلم، فيتعلم كلمات زي كلمه مثلا ام، الالف والميم اول حرفين خدهم كون ام. وبعد كده اب لما خد الب، بعد كده خد النون والف، هيبقى انف ولا فم، فاهم. هيجي بص لما بيكون كلمات زي دي الطفل بياخد ثقه في نفسه اكتر. فهم عملوا الموضوع ده. وقتها المدرسين نفسهم ما كانوش فاهمين النظام الجديد بتاع التاسيس ده، فانا فهمته وبقيت افهمه للمدرسين واولياء الامور. فبقى يتابعني مدرسين ويتابعني اولياء امور، وخدت دعاوي مش طبيعيه. فلما لقيت الموضوع كده ولقيت ان انا كويس فيه جدا، ابتديت ادي دروس برايفت في التاسيس. كان اكتر حاجه في التاسيس، بعد كده في النحو. وفي الناس كانوا بيطلبوني ممكن تدي له حساب مع البتاع، فاقول له ماشي ما فيش مشكله، ممكن اعمل كده. دي طبعا كنت بعمل فلوس كويسه جدا جدا جدا. ما هي يعني مش زي اللي هم مش 30 40,000 اللي كنت بعملهم قبل كده. انا اول ما عملت الشغل ما كنتش بعمل 30,000، كنت وقتها بعمل 10,000 مثلا او حاجه. بعد كده لما ابتديت اعمل بقى تكليفات وحاجات ثانيه وفهمت بقيت اعمل 20 30,000. بس وقتها كنت مثلا اقول يا سيدي بعمل لي بتاع 15,000 ثابتين في الشهر، قبل ما الموضوع يوسع، يعني قبل ما ابتدي ادي دروس في سناتر. كان الاول برايفت بس. الحمد لله كان اليوم كله عندي مشغول، ما عنديش وقت اصلا ان انا ادي فيه. يعني احيانا بيبقى برايفت، فخلي مثلا لو انتوا مثلا من نفس المنطقه انتوا ممكن تيجوا كلكم في البيت بتاع ده، فيبقى الحصه البرايفت فيها 3 4 طلاب. فدخلنا المجال يا سيدي بتاع التدريس، وحتى بقى في مدرسين يقلدوني كتير جدا عندي في المنصوره. فبعدين قلت طيب انا مش هعرف اكبر من موضوع البرايفت ده. اصل البرايفت انا زي ما قلت لك اقصى حاجه المجموعه يبقى فيها ايه 3 4، وانا يوم 24 ساعه. فانا لو اشتغلت، حتى كنت بشتغل وقتها مثلا 16 ساعه بدي دروس، وانا لازم الموضوع ده بضمير
لان ده اكتر حاجه فيها رساله وانا بعلم الولاد دي. اولا كنت بدي دين مجاني، ولان لو قلت لك لازم اي شغل هتعمله تبقى حاجه لله، كان لازم كنت بدي دين مجاني ليهم حتى لو هم مش عايزين. والله اولياء الامور يقولوا لي لا يا مستر مش عارف، اقول لهم لا اسف انا ما بديش الدرس العربي الا لما يبقى معاه حصه دين في الاسبوع مجاني. فحدده مع ان ده بياخد من وقتي، انا كان اولى ان انا مطلوب جدا والله العظيم. انا يومي كله مطلوب ان انا عايزين حصص برايفت كده، بس انا قلت لا والله انا موضوع دين، لان العيال الصغيره انا كنت باجي اتكلم معاهم في دين ما يعرفوش اي حاجه، فقلت لا على الاقل يبقى برضه دي ايه رساله انا اقدر اوصلها للولاد. لان كمان شالوا من العربي كل الاحاديث وكل الايات القرانيه، فالعربي ما بقاش فيه اي حاجه دين. فانا لما اجي اتكلم كله بقى اناشيد، فبقى حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش شرط ان انا طبعا كنت يعني اللي هو قلبي وجعني قوي بسبب الموضوع ده، فقلت والله لا اديهم دين واخليه انا الاجباري. يعني لو الوزاره مش مخليها اجباري انا مش هدي درس عربي من غير ما ادي معاه دين. فالحمد لله ربنا وفقني في الموضوع ده جدا جدا. وقابلت بقى الطالب اللي كان بيكتب قصص زي ده، وشجعته وقلت له انت تبقى ليك مستقبل وكده، واديته مكافاه كل ما يكتب قصه بقيت اديله مكافاه عليه. وطبعا الطلاب كانوا بيعشقوني، انا عامه الاطفال الحمد لله بتحبني جدا، واولياء الامور كانوا بيحبوني وبيدعوا لي كده. بس انا قلت انا مش هعرف اكبر من خلال البرايفت، ففكرت في الموضوع برضه كبزنس. انا عايز اعمل فلوس برضه يعني مع مع كل حاجه، بس لازم انا راجل عايز اعمل كده. كنت عايز اجيب وقتها موتوسيكل ريس وكده، فكان عندي شويه احلام يعني. فقمت قايل احنا عشان ننزل السناتر وكده انا مش هينفع لا اروح للسناتر اقول لهم انا، يقولوا لي انت اولا كان شكلي صغير كمان عن دلوقتي. انا كنت احيانا البس النضاره وكده عشان ابان اكبر، اربي داني شويه اعمل بتاع. كان شكلي صغير جدا فعلا، انا حتى انا هحط لكم الصور بتاعتي وانا مدرس فتشوفوا ان كان شكلي صغير. احيانا اولياء الامور كانوا فاهم في الاول يجي ايه هو انت يا مستر. يعني انا في مره والله دخلت بعد بقى ما قلت للسنتر وكده، فكان في اسيستنت جديد، فانا كنت عامل كورس نحو لاعدادي. فلما دخلت قال لي انت تبع كورس مستر رفعت، هو البتاع الاوضه جوه. قمت مت من الضحك طبعا، قلت له لا انا مستر انا اللي هدي الكورس كان هو لسه جديد وما كانش يعرف. فانا قلت ايه انا عايز انزل السناتر وكده. فقبل ما انزل السنه الدراسيه الجديده انا هعمل موضوع كورس النحو ده عشان اقنع الناس بيه. قمت عملت مذكرات جميله جدا، لازم احط لك الفيديوهات والصور بتاعتها في البتاع. شكلها جذاب جدا للطالب والولي الامر وللناس الكبيره. عملتها بتصميمات، انا كنت يعني في تصميمات كويس جدا، عملتها بتصميم تحفه. يبقى يعني معظم المذكرات اللي كنا متعودين عليها كلنا واتعلمنا فيها كانت بتبقى ابيض في اسود، فشكلها خلص. بتاعت العربي بالذات بيبقى شكلها ما يفتحش النفس. فانا قلت لا انا عايز اعمل مذكرات يبقى شكلها حلو، شبه مثلا كتب بتاعت كتب المعاصر بتاعت مثلا كيمياء او كيمستري، يعني اللي هم بتوع اللغات. حاجه شكلها حلو فيها رسومات فيها الوان وكده، حتى لو اغلى معلش هعمل الموضوع ده. فكلمت مطبعه اتفقت معاهم بعد ما انا قعدت طبعا بتاعت 4 أو 5 شهور اعمل المذكرات دي. عملتها من اول كي جي 1 لحد ثالثه اعدادي ماشي. فاستعنت طبعا بكتب، واستعنت طبعا بمذكرات مدرسين تانيين كده، مش كله يعني انا اللي عامله. كل الكتب عامه كده. كان وقتها طالع معايا كتاب اسمه تأسيس السليم بتاع استاذ عمرو المغربي. فرحت حضرت كان جه عندنا المنصوره، رحت حضرت اليوم اللي هو جه فيه، ورحت اتصورت معاه وبقيت انزل له عندي على الصفحه وهو يمنشن لي وانا منشن له. كان هو لسه طالع يعني وكده، وقلت له انا هدرس من الكتب بتاعت حضرتك، كانت كتب كويسه وكده. استاذ عمرو المغربي ده كان من بورسعيد وكان بيحبني جدا، وكان لسه يعني الشركه ناشئه وقتها وكده. فانا حبيت اشجعه وحبيت ان انا ادي دروس من الكتب بتاعته، وكان اعلن عندها في مكتبات عندنا كبيره في المنصوره وكده. فالمهم انا عملت المذكرات دي وقمت اعلنت عن الكورس وصورتها فيديو. هحط لكم الفيديو بتاعها هنا على البتاع. ان المذكرات دي هتكون موجوده في الكورس ان شاء الله، وموجوده مجانيه. اللي هيجي ياخد كورس النحو، كان كورس النحو مثلا قول يا سيدي كان تقريبا ب 250 جنيه للطالب، وشامل الكورس هيبقى شهرين او 3 شهور مش فاكر والله، 3 شهور تقريبا، ومعاه مذكره. المذكره وقتها كانت بتكلفني 40 جنيه اصلا، لان انا اتعاملت مع مطبعات كبيره جدا في الشرقيه. لازم احط اسمها مكتبه من الاخر يا جدعان، دي احسن مكتبه واحسن بني ادم اتعاملت معاه، واي حد عارفه الراجل اسمه استاذ رضا يروح يتعامل معاه. ولو اي حد عايز رقمه يقول لي. بيعمل كتب وحاجات ممتازه، الوان جميله جدا، وباحسن اسعار، وراجل ممتاز. حاجه بسم الله ما شاء الله. انا لازم احط كل المعلومات عنه عشان لو اي حد محتاج مدرسين او كده محتاجين يطبعوا عنده، وهيبعت لهم شحن. كان بيجي لي شحن بقى على المنصوره. فعملت الموضوع ده ونزلت بيه. طبعا اولا كل اللي كانوا بياخدوا عنده برايفت بقى يجوا لي السناتر والباقيين. فكان وقتها
كان كل المدرسين عاملين كورسات بقى، لان بيجوا في الصيف عايزين يعملوا حاجه ياخدوا منها دخل. والله العظيم انا في السناتر كلها ما كان في حد عنده طلاب قدي. انا يعني انا حتى انا مصور كان حتى هم يقوموا منزلين عندي بتاع ده على جروب السنتر مثلا، يقوموا منزلين ايه الصور بتاعت شهادات التقدير اللي انا بديها للاولاد، صور المذكرات بتاعتي والكلام ده. فالحمد لله دخلت السوق، مش دخلت التحب. بس يا سيدي كعاده رفعت ان هو بيزهق وان هو بيخاف. لا مش بخاف من الريسك، لا انا بخاف ان انا يعني انا اللي كنت خايف منه وقتها اني اقصر مع طالب، لان هم لما كان برايفت انا لو ما طلعش الطالب ده الاول والله تصدقوا تامنوا بالله اقسم بالله لحد الاسبوع اللي فات من الفيديو ده، يعني انا عدى على المجال بتاع التدريس 4 سنين، لحد الاسبوع اللي فات اقسم بالله اولياء الامور بيقولوا لي يا مستر الطلبه عايزينك، بيقولوا مش عارفين نفهم ايه مستر غير مستر رفعت ارجع تاني. او السنات اللي لسه بتكلمني اقسم بالله لحد يومنا هذا انا ممكن احط لكم الشتات بتاعت غير الناس اللي بتدعي لي والله لحد يوم بقى لها 4 سنين وبفضلك يا رب لحد النهارده انا لسه مطلوب وعايزين نرجع ادي دروس تاني. بس انا خفت لما يبقى المجموعه كبيره، انا لقيت بطيء هيبقى في طالب مش مركز، هيبقى في طالب، فانا حسيت ان انا مقصر وقلت لا انا مش هكمل في الموضوع ده. بعد ما بقى عندي طلاب والسنات اللي قالوا لي يا مستر طب هتمشي ليه؟ احنا يعني اتفقنا السنه الجديده وكده، قلت لهم والله انا مش هقدر ويعني اعذروني الموضوع ده، لكن الكتب بتاعتي او المذكرات بتاعتي موجوده واللي محتاجها يكلمني موجوده في اي وقت. فبعدين وانا بعمل الاعلان اللي كنت بعلن عنه على الكورس لقيت في ناس مش من المنصوره، فبقوا يسالوني يا مستر هي الكتب دي بتتباع في المكتبات او المذكرات دي موجوده في المكتبات؟ قلت لهم لا ده هي تبع كورس. فالسؤال اتكرر لي الاف المرات، ناس عايزه تشتريها. قلت لهم اه يا باشا موجوده، قمت منزلها في مكتبات المنصوره لحد النهارده لسه موجوده الكتب بتاعتي في مكتبات المنصوره، وقمت وبقيت اعملها توصيل لكل المحافظات، لو حتى لو في مكتبه عايزاها في محافظه ابعت له يا باشا عايز 10 نسخ من كل كتاب او كده. دي بقى وقتها انا عديت بقى، انا قلت خلاص رفعت انت بقيت بتعمل فلوس انت كده ايه، او ابتديت تعمل اللي هو يعني عديت ال 100,000 وال 200,000 وابتديت تمسك فلوس انت عمرك ما شفتها. يعني انا لما كنت مثلا بعمل 20,000 في الشهر او 15,000 في الشهر انا بصرف ال 20,000 او بصرف ال 15 لان انا بحب اتبسط جدا. بسافر في الشهر مرتين، بعمل بص بحب اعمل اي حاجه نفسي فيها بعملها. المذكرات وكده انا بقيت بعمل الفلوس الكتيره جدا، بتبسط بال 20 وال 30,000 اللي كنت بتبسط بيهم بسافر كده، وبحوش 50,000 تقريبا كل شهر. فلقيت ان يعني الحمد لله يا رب هو الموضوع كبر معايا قوي، وبقيت انا يعني وصلت لمرحله اعلى بكتير من اللي كنت بحلم بيها. اقول لك هنا بقى النصيحه، لما تلاقي مشكله بتواجه السوق قدم ليها حل من غير ما تستنى عائد. الناس هتيجي تبص هتلاقي هم اللي عايزينك وهم اللي عايزين يدوا لك فلوس. يعني انا في الاول انا قلت ايه انا هحل موضوع التاسيس ده ومش مستني يعني اللي هم هنزل فيديوهات وكده وانصح بيها الناس لو جالي حصه او حصتين معلش. جيت بصيت لما انا حليت كده بقوا المدرسين عايزيني، بقى اولياء الامور عايزيني، بقى السناتر عايزيني. لما عملت الكتب دي نزلت الناس شافوا الاشكالها حلوه كده، مش زي كتب مثلا سلاح التلميذ او الحاجات دي كانت معموله بايه؟ بتتعامل بحاجه اسمها ورق جرايد، لان انا بشتغل في الورق حاليا والكلام من ده. فورق جرايد ده بيبقى ورق غامق كده، انت امسك مثلا كتاب سلاح التلميذ وبص عليه هتلاقي الورقه غامقه، دي بتبقى ورقه قعدت تستخدمها كذا مره فيبقى شكلها غلس، الطالب اللي بيذاكر شكلها مش حلو. لكن في حين ان كتب المعاصر هتلاقيها معموله من ورق ابيض، ورق اماراتي او ورق مستورد وكده، فشكلها حلو فبتشد الطلبه. فانا عملت الكتب بتاعتي كده وبقت للعربي، ما فيش كتاب عربي في مصر بيعمل كده، لان اشهر كتاب عربي في مصر كان ايه؟ سلاح التلميذ. والاضواء برضه بيعملوه من ورق جرايد، ما فيش الا التاسيس السليم وانا اللي عملناه بالموضوع ده. التاسيس السليم بتاع الاستاذ عمرو المغربي دلوقتي طبعا مقتحم بورسعيد بسم الله ما شاء الله ومكسر الفجاله، والراجل ده انا بحبه في الله لان هو احنا كنا بادئين مع بعض كده. طبعا هو كامل لان انا ما بكملش في المجال، هو كامل في مجال الكتب وكده ورخص الكتب وبقى ينزلها تبع الوزاره وحاجات كده، فبسم الله ما شاء الله عليه هو نجاح وغير نجاح. طبعا هو اكبر كمان استثماراته كانت اكبر. انا كنت بعمل كام؟ ده انا كنت بعمل بالحجز، يعني انا ما كانش عندي ستوكات دايما طول عمري. مشكلتي في الستوك، يعني عندي طلب اكتر من الستوك ومش عارف بقى اعمل. واحيانا مثلا كان احيانا استاذ رضا اتاخر عليا في الطباعه، فمره كان في مثلا سنتر طلب مني انا عايز 40 نسخه من كل كتاب، انا معيش فلوس ان انا اعمل 40 نسخه من كل كتاب. فقلت اكلم الاستاذ رضا قلت له اعمل لي 40 نسخه من كل كتاب، هو اداني ديبوزيت بس. فقلت له اديته برضه الاستاذ رضا اللي هو بتاع مكتبه في الاخر ده، اديته اللي هم بتوع الحجز واتاخر معايا شويه بس عملهم ورحت الحمد لله وعملت الطلبيه وكده. فكان وقتها بيطلب مني كميات هي مش عندي، ومكتبات المنصوره بنزل لها المكتبه لما بينزل لها الكتب ما بتدكش سعرها، لا بتخلي عندها الكتاب لحد ما تبيعه
وبعدين بتاخد هي منها 30% او 20% من الارباح، والباقي سعر الكتاب بيجي لك. فكان صعب ان انا ايه، هي دوره الفلوس كانت متاخره شويه. دي كانت اوحش حاجه في الموضوع ده، ان دوره الفلوس بتجيلي متاخر، وشركه الشحن برضه بتاخر عليا الفلوس، فكان دايما السيوله تجيلي متاخر على ما اعرف اعمل ستوك تاني. فدي كانت اكبر مشكله مواجهاني. فالمهم بقيت الحمد لله بقيت اعمل فلوس كويسه جدا، بقيت مستقر وكده. وبعدين بقى وقت اللي هو الوقت ده دخلت في مجال جديد يمكن انا شغال فيه شويه دلوقتي، فانا مش حابب اتكلم عنه. حاجه ليها علاقه بالورق والصناعه والطباعه والكلام ده. بس انا يعني ما بحبش اتكلم على الشغل اللي انا ببقى فيه. لما اسيبه انا سنتين ان شاء الله وهسيبه وابقى اكلمكم عليه. وده بقى اللي بقى عملت منه فلوس ضخمه جدا الحمد لله. وقتها كنت شفت بقى البنت اللي انا كنت رايح اتجوزها، وكنت الحمد لله جاهز يعني ماديا. فيعني ايه لحد ما كنت بس لسه ما جبتش عربيه، وكان لسه ايه الدنيا، كنت لسه في بدايه النجاح. فهي جت وكده فتاخرت شويه، لان طبعا خطوبه شبكه. هي البنت مثلا اتعرف على بعض لسه بن يعني اللي عارف الموضوع، اللي شاف القصه بتاعت اخطاء قبل الجواز هيعرف انا ايه اللي خلاني اتاخر. لحد ما جيت بعد كده قمت دخلت بقى في المجال الجديد ده، ولسه الكتب موجوده برضو ما تقلقوش، يعني ده شغال وده شغال. وفي حاجات احيانا من القديمه هم راجع فاتحها تاني وكده. فهو عامه رائد الاعمال كده، يطلع بالفكره اللي فوق خالص، يا اما يبيعها يا اما يسيبها فتره ويرجع لها، يا اما يخليها مكمله ويخش في فكره جديده. وحاليا الحمد لله دخلنا مجال جديد. بقى له ولا مش جديد حاجه، بقى له 3 سنين شغال فيه او سنتين يمكن، ده اكتر حاجه انا طولت فيها. لان بيوسع معايا بكذا طريقه. يعني هو مثلا زي ما قلت لك ليه علاقه بالورق والطباعه، بعدين بالالعاب، بعدين مش عارف الادوات المكتبيه، بعدين حاجه ليها علاقه بالصناعه وتجاره وكده. فانت فهمت بقى الفكره، لكن مش ما احبش اغوص في التفاصيل. ودي شغل بقى جديد خالص لسه دلوقتي بادئ فيه. ده ان شاء الله لسه ما فيش منه اي عوائد. انا بقيت مستثمر فيه لحد دلوقتي بتاع 400,000 جنيه. ف يعني بس ان شاء الله يعني هيجيب عوائد، ولسه ما كسبتش منه جنيه. بس ان شاء الله هننجح وهنعمل منه عوائد. وان شاء الله يا رب هحاول ما اقصرش برضه في قناه اليوتيوب، وابقى ماشي كل الحاجات مع بعضها. وهديكم بقى بقيه الحاجات لما يعني نخلص المجال ده، او ما يلوك احنا عملنا منه. بس المجالات اللي فاتت دي كلها انت ممكن تعمل منها ملايين. وكل الافكار اللي فاتت دي انت ممكن تاخد افكار شبهها وتعمل حاجات زيها. خصوصا موضوع الفيسبوك ده بالنسبه لي هو اسهل حاجه انت ممكن تعملها عشان تبيع منتجات وكده. وبعدين موضوع التدريس برضه سهل، انت ممكن تخش مجال التدريس موجود دلوقتي ومطلوب جدا. سيبك من كل سنه يطلع مدرسين بالهبل ويقولوا بص كل اللي بيعملوه ايه، بوستر وينزلوه محدش هيكلمهم. مع احترامي لكل المدرسين اللي بيعملوه كده، انتوا طريقتكم تقليديه جدا. وانا بقيت حتى والله احيانا اخش على جروبات المدرسين اقول لهم يا جدعان والله ما هيجي لكم الا يعني لو واحد بس تابع المنطقه بتاعتكم هو اللي ممكن يجي، لكن انت مستحيل تشتغل بالطريقه دي. اعمل يا سيدي فيديو اشرح فيه، اطلع هو انت مدرس انجليزي، هات مثلا قاعده جرامر عندها فيها مشكله عند الطلبه كلهم، اطلع اشرحها واعمل اعلان بطريقه شرحك. هي فرحتي لما تقول لي انت موجود في سناتر ايه وتصورني نفسك، هعمل بيك ايه؟ انت مدرس وزي 1000 مدرس، هعرف منين انت كويس؟ لما اشوف شغلك صور لي شغلك نزله اعمل عنه اعلان هيجي لك طلاب. لان دلوقتي اقسم بالله في ازمه في المدرسين، سيبك من هم بالهبل، مفيش مدرس كويس. فاهم؟ ما كانش زمان لحد النهارده لسه مطلوب. لو كان المدرسين مغطيين السوق ما كانش زمان لحد النهارده بيكلموني وانا صغير كمان. يعني ليه بيبقى عايز مدرس لغه عربيه؟ ده بيبقى عايز مدرس اول لغه عربيه اللي هو هذا الرجل اللي عارف اللي صوته اجش واللابس قلم هنا ولابس البنطلون الكلاسيك هو ده المنظر اللي عايز. لكن لما لقوا كده ولقوا ان انا طريقه شرح جديده والطلبه بيفهموها وبعرف اسسهم كده بقيت مطلوب. فكل اللي انت محتاجه تشتغل على نفسك وتشتغل على طريقه تسويقك لنفسك. فبلاش الموضوع ده. ودايما لو اي حد عنده مشكله في التسويق الكلام ده، انا درس تسويق لما قلت بس انا واخد 100 كورسات تسويق يا جدعان. فلو في اي مجال انت مش عارف تسوق لنفسك ازاي ابعت لي والله وانا هقول لك الطريقه اللي انت ان شاء الله تعرف تكبر بيها وكده. وبس اشوفكم الفيديو اللي جاي. احنا مع بعض النهارده ان شاء الله بالليل هنروح العلمين. ولو في اي فيديو جديده عايزين نعملها اكتبوا لي في التعليقات او ابعتوها لي على الانستا. ولو في سؤال عندك برضو اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليك في الفيديوهات الجايه. وشوف الفيديوهات اللي فاتت بتاعت اول مليون جنيه، واستنى الفيديوهات اللي جايه. ونشوف برضو السلاسل بتاعت العلاقات وازاي تفتح مواضيع مثلا لو مع مراتك او بتاع مواضيع مع جوزك او كده. عامة القناة تلاقيها مليانة فيديوهات هتفيدك جدا ان شاء الله. فاشترك واتفرج بقى على اللي فات كده هتستفيد جدا. وصدقني لو ما استفدتش طب انا راجل كل اللي بعمله ده تضييع وقت. انا متاكد ان انت ان شاء الله هتستفاد من كل اللي انا بعمله.
فحتى لو حاجات انت شايف ان هي لسه دلوقتي مش انت مش محتاجها او حاجات عدى عليها، هتيجي تبص هتلاقي ان انت محتاجها بعد كده. حتى لو سفر وكده، طريقه السفر مش اي حد بيعرف يسافر. ف تبقى خد فكره، لو ما عجبكش اعمل لي ديسلايك. والله انا اللي بقول بس. ان شاء الله.